السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد، عاملين أكلة كده تحفة كده وبسيطة وفي حلة واحدة من غير تعقيد، ومن غير مواعين كتير، وطعم عايزة أقول لكم خطيرة. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير كده. ودعمونا كده دايما علشان يوصل لكم كل جديد، وعلشان نفضل بقى مستمرين معاكم كده إن شاء الله. اولا نسمي بسم الله. معايا حلة على النار، الحلة اللي هطبخ فيها المبكبكة، الأكلة بتاعتنا المبكبكة. فاللي هطبخ فيها هي بقى اللي هشتغل فيها كل حاجة يعني. فحلة هتسخن كده على النار، هحط معلقتين زيت ومعلقة سمنة. وهبدأ ممكن نعمل بزبدة، طبعا المتوفر موجود عندكم يعني. هبدأ بقى أنزل اللحمة دي. يعني أنا جايبة حتة لحمة تكون ناعمة كده علشان تبقى معايا نتيجتها حلوة يعني. قطعتها قطع صغيرة كده زي ما احنا شايفين. وهنزل بيها على طول. السمنة طبعا تكون سخنت معانا، وانزل باللحمة كده علشان تاخد صدمة معايا. وتبدأ بقى تغير لون كده، هبدأ اقلبها على الوش التاني كده. علشان برضو تقفل مسام معايا وتاخد لون كده وتاخد صدمة معايا عشان يبقى لونها حلو. هبدأ بقى اقلبها كلها وابهر بقى اللحمة. انا هبهر هنا بفلفل اسمر وسبع بهارات. وطبعا لو احنا حابين نزود بهارات بقى تانية معانا، بابريكا، اي بهارات احنا حابين نحطها. بس انا اكتفيت هنا بالفلفل الاسمر والبهارات بس. هحط كده الفلفل الاسمر والبهارات، وهبدأ اقلب كده اللحمة تتشرب كده علشان تاخد نفس كده من نفسها من بعضها كده. معايا بصلة كبيرة كده مقطعها صغير، وهنزل بيها بقى على اللحمة، وهديها تشويحة. وهغطي عليها كده لحد ما البصل يدبل معايا. في الأثناء دي هكون بقى مجهزة معايا كام فص توم كده. ولما اللحمة والبصل يدبلوا معايا والبصل كده يغير لون معايا كده، واللحمة تتشرب كده من طعم البصل والتوابل اللي احنا حطيناها. فصين التوم كده، وهنزل بيهم على اللحمة والبصل. واديهم تشويحة كده مع بعضهم علشان نفس التوم كده يطلع معايا. وطبعا ادام في توم يبقى نحط نص معلقة كزبرة كده علشان التوم معانا. هنقلب بقى التوم مع البصل كده مع اللحمة لما ياخدوا معانا طعم كده حلو وريحتهم تطلع كده. هنبدأ نحط بقى معانا حوالي كيلو طماطم فرمينه بقى في الخلاط. وهبدأ احطه واشطف طبعا شوية مية كده واحطهم. وما ننساش بقى نص معلقة سكر، ونغطي عليها بقى لحد ما تستوي معانا اللحمة خالص. احنا عايزين اللحمة هنا مستوية تماما يعني. احنا هنا دلوقتي اللحمة استوت تماما، احنا مش عايزين يعني نقول نص سوا والكلام ده، لا، هي اللحمة خلاص مستوية تماما تتاكل. فهنبدأ بقى خلاص نشوفها يعني نلاقيها خلاص استوت. نبدأ بقى نكمل أكلتنا. معايا مية بتغلي هحطها. طبعا هنا المية يعني بتبقى بكمية أزيد شوية من حق المكرونة يعني، مش لأن احنا عايزينها يبقى فيها صوص. فاحنا هنحط المية ونشوف لو هي محتاجة مية زيادة بنزودها يعني، مفيش مشكلة. احنا معانا اللحمة والصلصة جاهزة يعني. هنبدأ بقى نستعمل اي نوع مكرونة. انا هنا مستعملة مكرونة قواقع، اي نوع مكرونة متوفر نحطه. هبدأ احط المكرونة بقى واظبطها كده واغطي عليها حوالي 10 دقايق، وابدأ اشوفها بقى يعني بعد 10 دقايق كده اشوفها. واظبط بقى ملحها واظبط سواها، اشوفها هي لو محتاجة بقى معايا شوية مية كمان بزودها، مية سخنة جنبي بتكون موجودة. لو هي محتاجة لسه سوا زيادة بزودها بقى شوية مية كمان علشان احنا عايزين فيها صوص. لو لسه فيها لسه يعني، انا شفتها لقيتها هي لسه فيها مضغة خفيفة كده، فزودتها كمان حوالي ربع كوباية مية. وظبطت ملحها وخلاص كده، وهطفي عليها تاخد غلوة، هطفي عليها واستنى عليها ترتاح 5 دقايق بس كده. بعد ما اطفي عليها، بعد ما خلاص طفيت عليها وسبتها ارتاحت 5 دقايق بالظبط، هبدأ اقدمها كده زي ما احنا شايفين المبكبكة. تحفة يا جماعة. اللحمة بقى شاربة كده من المكرونة، والمكرونة شاربة كده من اللحمة.
الصوص بتاعها خطير تحفة، وبطريقة سهلة وبسيطة وفي حلة واحدة من غير تعقيد خالص. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. سلام عليكم.